ما طرح الأستاذ يحيى والأستاذ محمد أبو الحر أننا لسنا يعني وصيين على الشباب، لكن ربما نكون عامل مساعد لمحاولة يعني جمع أكثر من كيان، أو يعني محاولة الوصول إلى، وكلما اتفقوا الجميع على قيادة موحدة كل ما كان أفضل، وكل ما يعني تحققوا أهدافهم من خلال هذا يعني القيادة. لكن نحن نؤكد بأن هناك في الشباب وفي ساحة التغيير من الشخصيات ومن الشباب الذي نعتبر أنفسنا يعني عندما نسمع رؤاهم وأفكارهم أننا طلاب عندهم، وهم يمتلكوا من المعرفة والفهم والإدراك أكثر من كثير منا، وبالتالي لا خوف عليهم. هم الآن بدأوا يتوحدوا وبدأوا يشكلوا كيانات، والكيانات تجمعت في كيانات أقل، وإن شاء الله أن يصلوا إلى قيادة موحدة، ونحن على استعداد لمساعدتهم للوصول إلى هذا الهدف. لكننا لسنا أوصياء على أحد، بل نحترمهم ونقدرهم ونعتبرهم قيادات لنا ولسنا قيادات عليهم. هشام الزيادي صحيفة الدكتوراه حتى التغيير. بس الشيء سألكم على فقط حبيت أن أسأل عن هل المجال مفتوح أمام أي شخصية تبدو رئاسية ضد شباب الثورة ضد الثورة القائمة الآن من الانضمام إلى التكتل؟ هذا السؤال الأول فقط. السؤال الثاني، هل لديكم آلية عمل برامجية خلال هذه الفترة أيما قبل تنحي الرئيس صالح؟ قطعا سؤالك الأول قطعا لا يمكن أن نقبل أي شخص حاول إجهاض الثورة أو تسبب في إيذاء الشباب أو كان له دور مشبوه أثناء الفترة الماضية. إحنا لو كنا هكذا فكان بقانا في مواقعنا يعني أفضل، لكن أنا أؤكد وأنا أعرف زملائي أنه لا يمكن أن نقبل مثل هذه الشخصيات بيننا، ولا يشرفنا أن يكونوا بيننا، مع الاعتذار للأستاذ عندما قال نتكلم، فمثل هذه الشخصيات لا يمكن أن نقبلها. هذا واحد. الموضوع السؤال الثاني، آلية عمل برامجية مقطعية. بالتأكيد ستكون لنا يعني أعمال قادمة، وسنجلس سويا مع قياداتنا ونتفق حول آلية عمل للوصول إلى ميادين الحرية يعني ميدان التغيير أو ساحة التغيير وميادين الحرية، وبالتأكيد سيكون لنا دور سياسي قادم، لأنه هذا دورنا، ولا لماذا يعني أنشأنا كتلة. السلام عليكم. أكرم الفهد من موقع خواصر اليمن والخليج وأحد شباب التغيير. أستاذ عبد العزيز، الساحة كما يقال ساحة التغيير وهي الآن الشرعية الدستورية الممثلة للبلد، لماذا الشرعية الثورية إذا يكون اللفظ، يعني لماذا أو ما هي الأسباب التي حالت أن تجعل من هذا حفل الإشهار أو التدشين كتلة العدالة والبناء في ساحة التغيير، وما هي الأسباب التي حالت ومتى سيتم نزولكم إلى الساحة أيضا؟ سبق الإجابة على السؤال هذا، لكن ما فيش عندنا مشكلة أن احنا ننزل إلى الساحة ونعمل مثل هذا الإعلان وسط الساحة، لكن أعتقد أنه من نواحي أمنية، إذا كان الإخوان في السلطة منعونا من الوصول يعني من الاجتماع هذا داخل أحد الفنادق، أنا أعتقد أنه قد ربما تكون هناك عراقيل أخرى، لكن بدواعي أمنية أو قد ربما يعني بضيق الوقت فضلنا أن يكون هذا الإعلان في هذا المكان. سننزل بالتأكيد بالتأكيد سننزل. طبعا احنا قد نزلنا لكثير من المحافظات، نزلنا إلى تعز وإلى هب وإلى دمار وإلى ساحة التغيير أكثر من مرة.